دلوقتي لو أنا حصل عندي أي تغيير في الداتا اللي أنا عاملة عليها الpivot tables دي، هل التغيير ده هيسمع عندي في الpivot tables وفي الcharts وطبعًا بالتبعية في الdashboard والّا لأ؟ يعني تعالوا مثلًا نقول إن أنا هاروح أزوّد row هاحط فيه مثلًا الyear 2024 مثلًا، بس أنا مش هاكتب أي حاجة تانية في الrow، أنا بس رُحت زوّدت year. طيب تعالوا كده نروح على الpivot tables بتاعتنا، هل السنة اللي أنا زوّدتها دي نزلت عندي في الdata؟ لأ، ده ما حصلش كده، إن أنا كان عندي من هنا pivot table كنت باجيب فيه الsum profit per year، لقيت إن أنا عندي 2019 و2020 بس. طب فين 2024؟ ما ظهرتش عندي، طبعًا بالتبعية ده مش هيظهر عندي في الcharts ومش هيظهر عندي في الdashboard. طيب إزاي التعديل اللي أنا عملته في الdata source يأثّر عندي في الpivot table؟ محتاجين إن إحنا نعمل refresh. طيب أنا لو رُحت وقفت على أي pivot table وعملت right click هالاقي إن أنا موجود عندي refresh. تعالوا كده نروح نعمل refresh للpivot table، هالاقي إن أنا سنة 2024 هي فعلًا ظهرت عندي. طيب ما فيش طريقة تانية بقى نعمل بيها refresh غير الطريقة دي، غير إن أنا أروح أقف على الpivot table وأعمل right click وأعمل refresh؟ طبعًا إحنا برضه الyear أهي ظهرت عندنا من هنا من الslicer. طيب عايزين طريقة تانية، عايزين طريقة تانية تخلّيني أعمل refresh للpivot tables بمجرد بس ما أروح أفتح الفايل، إن أنا كل ما أفتح الفايل ألاقي إن أنا الpivot tables بتاعتي بيحصل لها refresh، بحيث إن أنا لو عندي أي تغيير حصل في الdata source أحس بيه في الpivot tables وبالتبعية بعد كده في الdashboard. طيب إزاي ممكن نعمل كده؟ لو رُحت وقفت على pivot table analyze من options هالاقي إن أنا موجود عندي حاجة في data اسمها refresh data when opening the file، هاحتاج إن أنا أروح كده أحط جنبها علامة صح. كده إيه اللي هيحصل عندك؟ كده أنت كل مرة هتروح تفتح الفايل بتاعك هيحصل refresh للpivot tables، فإذًا لو في أي تغيير حصل في الdata source هتلاقي إن التغيير ده بقى موجود عندك في الpivot table، وبعد كده بقى موجود عندك في الchart، وبعد كده بقى موجود عندك في الآخر خالص في الdashboard. يعني بُصّوا كده، وأنا موجودة في الdashboard أي chart كنت مستخدمة فيه الyear هالاقي إن أنا 2024 دي ظهرت عندي، بس طبعًا ما فيش قدامها بقى data، طبعًا هالاقي إن هي دايمًا عندها blank عشان إحنا ما حطيناش data، إحنا بس الrow كتبنا فيه 2024.